بسم الله بديت وعلى النبي صليت. جيتكم بحكاية جديدة بعنوان لون جابت الغولة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان كاين راجل فنيان متزوج بزوج نساء، واحدة جابت له طفلة والاخرى جابت له طفل، واحدة قافزة وحادقة وواحدة بهلولة وعلى نياتها. هداك الراجل كانت خدمته يحرث أرض الفول، هذا واش كان يقول، وفي الحقيقة هو لا يحرث لا يخدم. كان راجل فنيان ما عنده هم في الدنيا غير الماكلة والرقاد، ينوض في الصباح يرفد الفاس على ظهره باش نساوينه يقولوا مسكين رايح يخدم، وهو يروح الأرض نتاعو ويكمل رقاد تما. كي يرجع العشية يرجع ميت بالعيا من هرقاد طبعا، ونساوينو المسكينات يحسبوه تعبان من الخدمة ويدلوه ويغسلوا رجليه، وحدة تمجد الماكلة ويتهلاو فيه. وبقى السخون على هذاك الحال حتى كمل وقت الحرث. جا موسم الحصاد، قال لهم الراجل انا حرثت الارض وغرست الفول، درك وقتكم نتوما لازم تحصدوه. وافقوا نساوينو على واش قال لهم، وقال له لازم نعاونوه، بطبيعة الحال الارض ما كان فيها لا فول ولا غيره، لانه بالاساس محرثها ما غرس فيها. ايا واش دار، بعثهم للارض الغولة، والغولة كانت حارثة الفول، وقال لهم هذيك هي الارض نتاعي، روحوا جيبوا الفول منها. راحوا نسى في زوج الارض اللي بعثهم ليها، وحده رافده وليدها على ظهرها والاخرى بنتها فوق ظهرها. مشاو حتى وصلوا الارض الغولة وبداو ينحيو في الفول. شافهم السردوك ناض يعيط ويقول يا يما الغولة جاو يسرقوا لك الفول. جات الغولة تجري وكي شافتهم فرحت ورحبت بيهم وقالت لهم يا مرحبا ويا فرحي بكم، ودخلتهم لدارها وجابلت لهم كل الخير. لما راه الحادقة كي شافت فرحتها بيهم فاقت باللي هي الغولة وناوية تاكلهم. قالت لها يا عمتي نخلوك ونروح نعمرو لك القلة بالماء ونرجعوا. قالت لهم الغولة لازم تخليوا لي ولادكم باش نضمن باللي ترجعوا لي وما تهربوش. هذيك المرأة الحادقة حكمت ولدها وقرصاتو حتى ناض يبكي، وقالت للغولة يا عمتي الغولة وليدي صعيب وبكاي وما يسكتش غير عندي، كون نخليه لك نروح يقلقك بالبكا، ما لا لازم نديه معايا. اما هذيك المرأة البهلولة قالت لها انا بنتي عاقلة وما تبكيش، نخليها لك ونروح كي نرجع نديها. حكمت الغولة بنت المرأة البهلولة ما دارتش فيهم الثقة وحست باللي راح يهربوا ما يرجعوش، ربطت لهم رجليهم بحبل بهلو كان ما يرجعوش غير تجر الحبل ترجعهم. وكي خرجوا بعدوا شوية قالت الحادقة البهلولة هذه ماشي مرة عادية، هذه الغولة ولو كان ما نهربوش تاكلنا. قالت لها البهلولة ما لا لازم نرجع نجيب بنتي ونهربوا. المرأة الحادقة ما خلاتهاش وقالت لها لو كان ترجعي تاكلك وتاكلنا وما تخلي حتى واحد. وفكت الحبال اللي كان رابط رجليهم وربطاته في حجرة وهربوا يجريو للدار. والغولة قاعدة في الدار وكل شوية تجبد الحبال تلقاه ثقيل وتفرح وتحسبهم مازالوا في العين يعمروا في القلة حتى غرب المغرب وطاح الليل وهما ما رجعوش. تقلقت الغولة وخرجت تمشي لوين الحبل، مشات حتى لقاتو مربوط في حجرة، عرفت باللي خدعوها وهربوا. استنوني في الجزء الثاني.